اللي هو سفير نور واللي هو مدحت. طبعا معاك ناس افاضل من رجاله مصر الشرفاء يعني. كابتن مصطفى حضرتك متواجد الاول يا كابتن مصطفى، يعني شاكرين يا حبيبي. انت علامه عظيمه وكبيره في النادي الاهلي يا كابتن مصطفى. يا اشرف ربنا يخليك. ربنا يخليك. كابتن مصطفى حضرتك متواجد داخل اسوار النادي الاهلي. ايوه. اديت حضرتك بصوت حضرتك في الانتخابات؟ اديت بصوتي طبعا اول ما وصلت انا والمدام، والحمد لله الامور على ما يرام. منافسه شديده جدا جدا، عرس ديمقراطي في النادي الاهلي، عكس ما كان ما يقال. اعداء عدم الكراسي، الناس اللي بتحب الكراسي دفعت عنها تقعد على الكراسي كتير، ان الامن ما فيش والبلد في حاله مش الحمد لله البلد زي الفل والامن زي الفل. في لا يقل عن 15,000 في النادي الاهلي دلوقتي بينتخبوا، ويمكن هيزيد العدد عن كده كمان. في اقبال شديد يا كابتن مصطفى على غير طبيعي. غير طبيعي. كابتن مصطفى نقدر نسال حضرتك اديت بصوتك لمين من المرشحين للرئاسه؟ طبعا اللي هو المهندس محمود طاهر، وانا اول واحد ما نادى بالمهندس محمود طاهر، لان احنا وصلنا لمرحله تغيير. زي ما خلصنا من الحزب الوطني وخلصنا من الاخوان، لازم نخلص من الطابور ده كمان، ده ألعب من الطابور الخامس يعني. طب اسمح لي كابتن مصطفى اسالك، هل ده لان حضرتك كنت على خلاف مع كابتن حسن حمدي رئيس مجلس اداره النادي الاهلي السابق واللي بيدعم قائمه المهندس ابراهيم المعلم؟ لا انا مش مع خلاف مع حسن حمدي، انا مع خلاف على اداره النادي الاهلي وما يحدث في النادي الاهلي. وسياده اللواء سفير يعلم تماما ما يحدث في النادي الاهلي. انا ليس بيني وبين اي حد فيهم اي حاجه شخصيه، ودعيت كذا مره القعده عشان نصفي. قلت لهم انا ما فيش حاجه بيني وبينهم، انا بيني وبينهم ما يحدث في النادي الاهلي. يكفي ان اقول لك ان كابتن سياده اللواء سفير عارف صالح سليم سايب 60 مليون في 8 9 سنين ولا في 10 سنين. النادي الاهلي مديون باكثر 150 مليون جنيه. حضرتك شايف ان المهندس محمود طاهر هو الانسب للمرحله القادمه في النادي الاهلي؟ ما فيش شك هو الانسب، وهو تغيير دماء. عايزين فكر جديد، عايزين فكر اقتصادي، مش عايزين كباري للنادي الاهلي عشان نعمل اعلانات في النادي الاهلي. كفانا كباري بقى، كفانا كباري في الاعلانات، كفانا كباري في المقاولات، كفانا كباري في التوريدات. عايزين دخل النادي الاهلي واستثمارات النادي الاهلي تبقى للنادي الاهلي مش لبره النادي الاهلي. طب خليني اروح مع حضرتك لنقطه ايجابيه في ترشيح حضرتك للمهندس محمود طاهر، واهم النقاط الايجابيه اللي حضرتك رشحت المهندس محمود طاهر فيها لرئاسه مجلس اداره النادي الاهلي الفتره القادمه. محمود طاهر راجل اداري بيدير اكبر شركه، كان عضو مجلس اداره مع كابتن صالح لدورتين متتاليتين، ومن انجح الناس. فكر اداري متطور جدا، ملوش مصالح شخصيه، مصالحه كلها النادي الاهلي. وده اللي انا حاسس بيه من زمان مش من دلوقتي. وده المهندس محمود طاهر وهو مجموعته ما عملش لصالح النادي الاهلي. انا اول واحد هاجمه، انا اول واحد قلت محمود طاهر، واول واحد هاجم محمود طاهر اذا حسيت ان لا يعمل لصالح النادي الاهلي. زي الاعضاء ما هي كده، ما النادي متقسم عليهم، اذا تقسم النادي على الاعضاء ده بتاع كذا وده بتاع كذا، انا هكون اول واحد معارض ليهم طبعا. كابتن مصطفى سياده اللواء سفير عايز يسال حضرتك سؤال معين. هل يا كابتن مصطفى ان في مجلس اداره على مدار السنين الطويله اللي فاتت كان بيتدخل بهذا التدخل السافر لمسانده قايمه على قايمه اخرى وهم الاثنين من ابناء النادي؟ يا سياده اللواء ما انت عارف ليه؟ يا سياده اللواء ما انت عارف ان مش مصلحتهم ان حد يجي من براهم، لازم اللي يجي من جواهم بدون توضيح وبدون تفسير وما بين السطور واضح. انت عارف النهارده الصبح وانا داخل يعني الراجل طالع من منطوره على النادي الاهلي يا كابتن مصطفى. اذا بوليتوا فاستتروا زي ما بيقولوا يعني. يا كابتن مصطفى انا داخل النهارده الصبح واثنين انت عارفهم، واحد في مجلس الاداره وواحد مش في المجلس دلوقتي، بيقولوا ايه؟ النادي ده بتاعنا، ما حدش ياخده مننا. النادي ابوهم زي يا سياده اللواء زي الحفله، زي الحفله عزبه ابوه مصرها. انا اول رئيس، انا اول كابتن فريق في النادي الاهلي شال بطوله افريقيا اللي هم بيحتفلوا بيها. انجازاتك كابتن مصطفى يونس طبعا داخل النادي الاهلي وداخل اسواره يعني لا تنكر يعني. وعيب على الخطيب نفسه، انا الكابتن بتاعه. احنا مش عايزين حاجه، وده لا هيزودنا ولا مصلحه النادي الاهلي هي الاهم، ونادي الزمالك طبعا وباقي الانديه. انا مصلحه النادي الاهلي. لو محمود طاهر مشي غلط هاجمهم زي ما بهاجم حسن حمدي بالظبط. كابتن مصطفى انا ما فيش بيني وبين اي حد اي حاجه. كابتن مصطفى سياده اللواء مدحت بهجت طبعا عضو مجلس اداره نادي الزمالك السابق ونائب رئيس مجلس اداره دكتور كمال درويش عايز يسال حضرتك سؤال.
اتفضل يا دكتور. انا مش هسالك سؤال يا كابتن مصطفى، انا بس بتمنى بقى ان الانتخابات لما تنتهي يعود اسره النادي الاهلي كما كان وكما عهدناها، وكذلك اسره نادي الزمالك، ونسيب المجلس اللي جاي بقى يشتغل، لان احنا شبعنا من نظريه المؤامره ومجلس يجي ويترفع قضايا. عايزين نترك المجلس اللي جاي ايا كان الاسم اللي هيجي نتركه ينطلق، وكلنا من بره نساعد في مصلحه الكره المصريه والرياضه المصريه، لان الاهلي والزمالك هما قطبي الرياضه المصريه في مصر. اتمنى اللي سيادتك بتقوله ننساه وخلاص فتره وانتهت، واحنا نقف ورا اللي جاي، بحيث ان احنا يبقى مصلحتنا الاولى مصلحه الرياضه المصريه. انا ناديت بدوت لمصلحه البلد قبل مصلحه الاهلي والزمالك. اكبر ناديين في الشرق الاوسط لما يتحدوا ويبقى الامور مستقره، يعني مصر مستقره يا سياده اللواء. لما النادي الاهلي يعمل مشاكل ولا نادي الزمالك يعمل مشاكل، ده بتزود مشاكل البلد، وده اللي انا ناديت بيه، حتى لو الناس هتيجي على نفسها، لان بلدنا محتاجه كل واحد يقف دلوقتي يساندها، نقلل المشاكل، خاصه ان انت عارف الرياضه والكوره بالتحديد 60-70 مليون من الشعب المصري بيشجعوا كوره. فاتمنى الاستقرار الرياضه، اتمنى استقرار النادي الاهلي ونادي الزمالك، اكبر ناديين في الشرق الاوسط وبنجاحي الرياضه في مصر. لكن قبل النادي الاهلي والزمالك زي ما قلت سياده اللواء، نتمنى التوفيق لبلدنا ان شاء الله باذن الله. كابتن مصطفى يونس، بشكر حضرتك، وبنتمنى التوفيق للنادي الاهلي وباقي الانديه اللي فيها النهارده ان شاء الله انتخابات، وسير العمليه الانتخابيه بشكل رائع داخل اسوار الانديه الاربعه اللي عندنا النهارده. انا بس كنت عايز اقول لك يا كابتن اشرف، قبل ما شرفنا سياده اللواء سفير